العنوان: قبل أن تنطفئ الرسالة. في مدينة يغلفها الشتاء، يعمل ياسين في مقهى صغير قرب محطة القطار. كل صباح كانت تجلس في الزاوية فتاة تكتب في دفتر جلدي وتطلب كوبا من القهوة بالحليب دون سكر. لم يعرف اسمها، لكنها كانت تبتسم له بلطف وكأنهما يعرفان بعضهما منذ زمن. شهران مر دون كلمة، دون لقاء حقيقي، فقط نظرات قصيرة وابتسامات تحمل أكثر مما تقوله الكلمات. في أحد الأيام لم تأتي، ولم تأتي في اليوم التالي. ظل مقعدها فارغا لأسابيع، حتى كاد يشك أنها كانت جزءا من خياله. لكن صباح يوم خافت وجد على طاولتها دفترها الجلدي مغلفا بشريط. فتحة. في الصفحة الأولى كتب: إلى النادل الذي لا يعرف أنه أنقذ قلبي. كانت رسائلها إليه، يومياتها، مخاوفها، وحدتها، وأخيرا حبها الصامت له. تحدثت عن مرضها، عن أنها لا تملك وقتا كثيرا، وأن رؤيته كل صباح كان الضوء الوحيد في أيامها المتآكلة. وفي آخر صفحة: إن لم أعد فاعرف أنني أحببتك. بصمت لكن بكل قوتي. أغلق الدفتر، حمل كوب قهوة دون سكر ووضعه في الزاوية نفسها كل صباح. لم يقرأ شيئا بعدها، ولم يغلق قلبه لأحد. لكنه تعلم أن بعض القصص لا تحتاج كلمات، فقط نظرة واحدة في الوقت الصحيح لتعيش للأبد.